أهلا بكم. اليوم هندخل في تفاصيل قصة شغلة بال ناس كتير في عالم الكورة. مستقبل سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، والكلام اللي داير عن انتقاله المحتمل للهلال السعودي. أهلين، فعلا قصة مثيرة للجدل. المصادر اللي عندنا متنوعة جدا، من صحف سعودية وعالمية معروفة، مواقع أخبار رياضية، وحتى نقاشات الجماهير على الإنترنت. صحيح، في كلام كتير متضارب. فمهمتنا اليوم هي نحاول نفكك هالمعلومات ونفهم إيش اللي بيصير بالظبط خلف الكواليس. خلينا نقول الشرارة الأولى. الأمور بدأت تتصاعد بقوة بعد خسارة إنتر الكبيرة قوي 5-0 قدام باريس سان جيرمان في نهائي دوري الأبطال. النتيجة كانت صادمة بصراحة. مش بس نتيجة، دي أكبر هزيمة لإنزاجي مع إنتر، والأهم إنها خلت موسمه ده أول موسم من غير ولا بطولة من ساعة ما مسك الفريق في 2021. موسم صفر يعني. وده طبعا بيحط أي مدرب تحت ضغط كبير، أكيد. وبالظبط. ومفيش ساعات قليلة عدت بعد الماتش إلا والتقارير انفجرت تربطه بالهلال بقوة. صحيفة الرياضية السعودية كورة بلس 365 سكورز، حتى منتديات زي ريدت. كل دول اتكلموا عن مفاوضات وعرض ضخم. الأرقام اللي بتتقال بصراحة مذهلة. 30 مليون يورو في السنة، ده كلام كبير جدا. رقم يجبر أي حد إنه يسمع على الأقل. والهلال واضح إنهم عازمين يقووا صفوفهم جامد، خاصة وإنهم بيجهزوا الكأس العالم للأندية، ومحتاجين مدرب عالمي بعد موسم هم كمان كان صفري. وبنسمع أسماء لعيبة كبار زي أوسيمين وبرونو فرنانديز ورافينيا. وفي كلام كمان عن إن رئيس الهلال فهد بن نافل كان في ميونخ عشان يحسم صفقة المدرب، ده حسب بعض التقارير. هنا بقى ندخل في منطقة التناقضات، وده اللي يخلي الموضوع محير أكتر. بالظبط. في مصادر زي كلام الصحفي سانتي أونا بتقول إن في اتفاق شفوي، لكن في نفس الوقت إنزاجي نفسه بعد الماتش كان كلامه مختلف خالص. إيش قال؟ عبر عن خيبة أمل كبير، وقال ده مش وقت الكلام عن مستقبلي، وإنه لسه هيقعد مع إدارة إنتر يتكلموا. ده مش كلام واحد خلاص قرر يمشي فعلا غريب. وضيفي على كده تصريحات قديمة ليه نقلتها سكاي سبورت إيطاليا عن طريق ريدت، قال فيها إنه عنده كل اللي يتمناه في إنتر. ومصادر تانية زي جول.com النسخة المصرية كانت بتقول إنه ممكن يجدد عقده. وفي كمان نقطة التوقيت اللي ناس كتير شايفة إنه مريب. كل الأخبار دي تطلع بكثافة قبل أهم ماتش في الموسم، ده خلى ناس كتير خصوصاً على ريدت وفي تحليلات 365 سكورز تسأل هل دي كانت محاولة للتأثير على تركيز الفريق والمدرب؟ في شكوك حوالين التوقيت والصحة، وفي كمان البعد الفني، مش كده؟ هل إنزاجي هو الأنسب تكتيكيا للهلال؟ دي نقطة مهمة جداً أثارها الكابتن حسين عبد الغني حسب موقع جول.com. هو أبدأ تحفظات وشكك إذا كانت طريقة لعب إنزاجي اللي هي غالباً 3-5-2 مناسبة للهلال وللعيبة اللي فيه أو اللي ممكن يجوا. هو مدرب كبير، مفيش كلام، بس هل هو المدرب الصح للمشروع ده بالذات؟ بالظبط، ده هو السؤال. طيب، لو بصينا للصورة الأكبر بقى، هل دي مجرد قصة انتقال ولا بتعكس شيء أعمق بيحصل في الكرة العالمية؟ أنا أعتقد إنها بتعكس سيارات أكبر بكتير. من ناحية في الجاذبية المالية الرهيبة للدوري السعودي دلوقتي، اللي بقت قادرة تجذب أسماء كبيرة قوي من أوروبا سواء لاعبين أو مدربين. قوة لا يستهان بها فعلا. ومن ناحية تانية في ضغوط وتحديات الكرة الأوروبية، خصوصاً بعد خيبة أمل زي خسارة نهائي الأبطال وموسم صفري. المدربين بشر في النهاية، وممكن يدوروا على تحدي جديد أو بيئة مختلفة. وبالنسبة للهلال، الموضوع شكله أكبر من مجرد تعاقد. أكيد، دي خطوة استراتيجية في رؤية أكبر عشان يعززوا مكانة النادي عالمياً، خصوصاً مع استضافة كأس العالم للأندية. إنهم يجيبوا مدرب بحجم إنزاجي ومع لعيبة عالمياً، دي رسالة واضحة عن طموحاتهم. بس هل تعتقدي إن القوة المالية دي ممكن تغير خريطة انتقالات المدربين الكبار بشكل دائم؟ هل ممكن نشوف مدربين في عز نجاحهم في أوروبا يفضلوا يروحوا للسعودية مثلاً؟ شوف، ده هو السؤال الكبير دلوقتي. لسه بدري نحكم، بس واضح إن المشهد بيتغير. الفلوس بقت عامل مؤثر جدا في قرارات أسماء كبيرة حتى وهم في قمة مستواهم في أوروبا. توازن القوى التقليدي بيتغير. الموضوع معقد فعلاً.
وفي الآخر يعني بغض النظر إنزاجي هيعمل إيه، هيفضل في إنتر ولا هيروح الهلال، الضجة دي كلها والاهتمام ده كله بيكشف لنا كتير. إيش القصة دي بتقول لنا عن الطموحات الجديدة والقوة الشرائية اللي بترسم خريطة الكرة العالمية من جديد قدام عينينا؟ ده سؤال يستحق نفكر فيه.